دكتور نوال، لو تحدثي من لم يقرأ الكتاب، لماذا المرأة والجنس؟ لأن أنا طبيبة جراحة، واكتشفت الخزعبلات في علم الطب، لأن احنا ورثنا علم الطب في كلية القصر العيني عن الإنجليز، فلم ندرس الجنس، والنساء يختنوا في مصر ولم ندرس الختان ولا شيء، يعني أطباء جهلة. والمرأة تقتل بسبب العذرية إذا لم تنزف دم ليلة الزفاف، تقتل، في حين أن 30% من البنات بيولدوا بأغشية لا تنزف ليلة الزفاف. يعني 30% بيقتلوا وهن أبرياء. فأنا الحقائق دي طبعا ما درستهاش في الطب، أنا لنفسي بقرأ، أنا بعلم نفسي بنفسي، واكتشفتها في تجاربك؟ من قراءاتي. فأنا بدأت بقى إن أنا حملة ضد ختان الإناث وضد العذرية الواهية، وكتبت الكتاب. تناولت بقى في كيف البنات البريئات، وإن نزيف الدم ليلة الزفاف ليس دليلا على العذرية وليس دليلا على الأخلاق. وناقشت الأخلاق ما هي. هل الأخلاق صفة بيولوجية تولد بها المرأة؟ هل الأخلاق صفة بيولوجية؟ هل الأخلاق صفة بيولوجية تولد بها المرأة أو لا تولد؟ وإذا كانت الأخلاق مرتبطة بغشاء المرأة البكارة اللي له مليون نوع مختلف، فما هي مقاييس أخلاق الرجل؟ ليس له غشاء أصلاً. فلا أخلاق له أصلاً. فلا أخلاق له أصلاً، وفعلاً ليس له أخلاق. إذن هذا تعبير شيق وطريف، لكنه يعبر عن حقيقة سيئة لواقع مر. إذا كانت الأخلاق بيولوجية ومرتبطة بالبكارة، فالرجل لا بكارة له، فلا أخلاق له إذن؟ طبعاً لا أخلاق له. الرجل بالقانون، القانون والشرع والعرف يعطي للرجل حرية جنسية مطلقة، يتزوج ويطلق كما يشاء، يتجوز 4 كما يشاء، يفسق كما يشاء. عندنا 30 مليون طفل غير شرعي في مصر بسبب فساد الأخلاقي للرجال، ولأن اسم الأب هو الذي يحدد شرف الطفل. تصور، يعني الرجل غير ملتزم وغير مسؤول عن سلوكه الجنسي، ويمارس الجنس في الزواج كما يشاء وخارج الزواج كما يشاء، وينكر الأطفال. ليه؟ لأن اسم الأب هو الذي يحدد الشرف والأخلاق. إيه ده؟ ما هذا؟ نحن نعيش مهزلة أخلاقية كبرى. هل تعتقد نوال أنه مثل هذه الأمور ستتغير؟ طبعاً، كنا بنتكلم فيها الآن. أنا منذ 60 عاماً حينما بدأت أتكلم هذا وأكتب كتاب المرأة والجنس كان ممنوع، وحتى اليوم أنا لا أستطيع أن أتكلم في التلفزيون المصري، والتلفزيون المصري لا يستضيفني أصلاً حتى أتكلم عن الأخلاق الحقيقية أو الختان. لا، أنا بذكر، هقول لكم قصة قصيرة جدا عن هذا الكتاب. الكتاب ده طلع من 60 سنة، وأنا كنت ساكنة في الجيزة هنا جنب المكتبة، وكان طلاب الجامعة لما الكتاب طلع المرأة والجنس، طبعا الحكومة المصرية صادرت منعته، كان أيام عبد الناصر، الحكومة منعته، صودر تماما. وبعدين نشرته في بيروت، لكن الشباب ما عرفش جابوه ازاي. يا إما كانت مكتبة دار الشعب هي اللي نشرته، يا إما كانوا بيخبوه ويوزعوه. المهم طلاب وطالبات الجامعة لقوا الكتاب وبقوا يقروه، ومنهم طالبة من الصعيد قرأت الكتاب وهي طالبة، فعجبها الكتاب زي أمل كده وتغيرت، وبصت لقت إنها عايشة بجسمها دون أن تعرفه. يعني إزاي المرأة تبقى حاملة جسمها ومش عارفة إيه هو، ومتصورة أن جسمها فيه غشاء بكارة، وقد تكون مولودة بدون غشاء بكارة وهي لا تعلم، وتتقتل وهي لا تعلم.
كل ده. فالبنات في كلية الآداب والكليات في الجامعة قروا كتاب، ومنهم هذه الطالبة من الصعيد. ولما خدت الليسانس روحت الصعيد، فأبوها جوزها كالعادة، فطلع إن هي لم تنزف ليلة الزفاف، فجاء أبوها هيقتلها فعلا. وانتوا عارفين كان في الصعيد من 60 سنة لازم تقتل. فالبنت اترعبت، وكان معاها الكتاب. كان الكتاب بيتداولوه بس بيغلفوه، بيغطوه بغلاف كده عشان ما يبانش المرأة والجنس، ما يبانش العنوان، لأن العنوان كان تابو، لا يمكن كتاب يتحط عليه الجنس. فالبنت كانت مغطية الكتاب، فطلعت الكتاب وقالت لأبوها: أرجوك رجاء واحد، قبل ما تقتلني اقرأ هذا الكتاب، لأن دي طبيبة وقايلة إن في بنات 30% من البنات في العالم بيولادوا بدون غشاء ولا ينزفوا ليلة الزفاف، والباقي بيولادوا بأغشية مختلفة قد تكون رقيقة أو سميكة أو تتمزق برياضة عنيفة. فحضرتك اقرأ العلم ده واقرأ الكتاب ده وبعدين اقتلني. طبعا الأب مش عايز يقتل بنته، فراح قرأ الكتاب. فقال لها: هي الطبيبة دي اللي اسمها نوال السعداوي دي على قيد الحياة؟ قالت له: أيوة، دي ساكنة جنب الجامعة. قال لها: خديني لها. فأنا في البيت في الجيزة قاعدة كده، بصيت لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب، ما عنديش حد لغاية النهاردة بيفتح الباب، لا عندي لا خادم ولا خادمة ولا حاجة. فتحت الباب لقيت أمامي رجل طويل صعيدي عريض بيقول لي: أنت دكتورة نوال السعداوي؟ قلت له: أنا طبعا استعبت، لأن قلت جاي يقتلني أنا. مش بيقتل بنته، ده بيقتلني أنا. فدخل ومعاه الكتاب، قال لي: الكتاب ده بتاع حضرتك؟ قلت له: أيوة. قال لي: حضرتك اللي مؤلفاه؟ قلت له: أيوة، أنا مؤلفة الكتاب. قال لي: صحيح المعلومات الطبية دي؟ قلت له: أيوة، وأنا موثقاها. وبعدين جبت ورقة وقلم وقعدت أشرح له. هو حكى لي قصة بنته بقى، وبنته حكت لي القصة. فقعدت ساعة ونصف أو ساعتين أشرح له التشريح الفسيولوجي للمرأة وأنواع الأغشية، وإزاي البنات قد لا تمارس الجنس بالمرة ومع ذلك لا تنزف ليلة الزفاف. وشرحت له قام الراجل طويل عريض، قام بس إيدي، والله قبل يدي وقال لي: أنا مدين لك بحياة ابنتي، لأنك، بس أنا بلومك ليه ما كتبتيش الكتاب ده من زمان؟ وليه الكتاب ده مش بيتوزع على الملايين؟ هل الكتاب ده بيتوزع على الناس؟ هل كل الناس بقوا زي بنتي بيعرفوا الحقيقة دي وعندهم الجرأة إنها تديني الكتاب وكده؟ فأنا لا أنسى هذه القصة، وبقول لكم قد إيه إحنا مجتمعات كاذبة. أنا مش بتكلم عن مصر، أنا عشت في أمريكا وعشت في أوروبا، العالم كله يكذب.